شكرا لحضرتك، ودائما ما نسعد وزي ما قلت ونستفيد ايضا انا وكل مشاهدينا من مداخلات حضرتك اللي دايما بتكون فيها معلومات وارقام. قول لنا حضرتك الجديد واللي بيتم الان على ارض محافظة السويس من اجل افتتاح هذا المعرض. عايز اقول لك السويس، وانا بكلمك دلوقتي، انا رايح للمقر بتاع المعرض على الكورنيش الجديد في منطقه ممشى السويسه. المحافظ اللي هو عبد المجيد صقر محافظ السويس واضح ان ليه منهج من ساعه لما جه تغيير وجهه السويس، وده بشهاده الناس اللي من بره السويس اللي بيجوا يزوروها، او الطيور المهاجره اللي بتبقى بقى لها سنتين وثلاثه ما جوش شايفين. لكن هو مش بيقف، مالوش سقف زي ما قال لي قبل كده. انا ماليش سقف في اعاده الواجهه المشرقه لمحافظه السويس، وان تكون عروس للبحر الاحمر على ارض الواقع، مش لكلام او عناوين اعلاميه، لا، تكون على ارض الواقع، والناس هي اللي بتحس باي حاجات بتتعمل على ارض الواقع. الناس بتشعر بيها اكتر من الكلام نفسه، وهو ده اللي كان عمله السنه دي. عمل لاول مره، احنا يعني مش بلد زراعي بالدرجه الاولى، عمل مهرجان المانجا، وافق على مهرجان المانجا. النهارده بتعملي مهرجان للكتاب ومعرض للكتاب في منطقه واعده على خليج السويس. ليه بقول لك اللي بين السطور؟ مش لمجرد هقول لك كام دور نشر هتعمل، وكم كتاب هيتم عرضه، وكم الف عنوان هيبقوا موجودين في معرض الكتاب. عايز اقول لك ان شباب السويس في الفتره الاخيره في بعض المنافذ دور المعارف في المحافظه، الشباب هم نمره واحد. تخيلي دلوقتي الشباب هم نمره واحد اللي بيبحثوا عن الكتب. ليه؟ ابتدوا يستغلوا اللي كنت دايما اقول عليه، يشوفوا الموبايل اللي في ايديكم بدل ما يبقى للترفيه بس، لا، كمان للثقافه، كمان لفرص العمل، كمان ان يبحثوا في الشركات ايه اللي عندهم، لان معظم الشركات بتطلب اونلاين دلوقتي، بيبقى بتطرح المطالب ليها من فرص العمل على الاونلاين، وبيبقى ليها مواعيد للامتحانات في هذا المجال. عشان كده بقول لك ان يعني النهارده عنوان للمهرجان الكتاب ده عنوان للثقافه. لسه بنقول مهرجان المانجا، طب ومهرجان الثقافه، يبقى في تنوع للمهرجانات داخل محافظه السويس. والقادم طبعا السويس عنوانها بلد السمك، فقريب جدا ان شاء الله يمكن مع بدايه موسم السمك يبقى في مهرجان اخر في ميناء الاتكه في الصيد. فعشان كده على فكره بمناسبه الصيد والمهرجانات، المحافظ طلب من المهندسه فاتن عبد الغني رئيسه حي السويس ان يتعمل السويس. كل اللي بيجيها عايز ياكل سمك، وعايز ياكل جمبري، وعايز ياكل كابوريا اللي هي الجلامبو، يعني بالنسبه للناس، والسوبيا اللي هي الصبيط. فبيبقى عايز ياكل المأكولات البحريه. فقال لها الاهتمام بالمناطق اللي بتقدم هذه الخدمات والتجار والمناطق المشهوره داخل المحافظه، الاهتمام بها سواء بتجميلها او بنظافتها او بعمليه الرصف حواليها. وده اللي بيجري حاليا في محافظه السويس، في الحي السويس نفسه، لان بنعتبره ده عاصمه المحافظه. وزي ما في مبادره رئاسيه بالارتقاء بعواصم المحافظات، هي دي واحده منها محافظه السويس. استاذ عمرو، فعشان كده المعرض هيكون مهرجان من الكتاب عايز اقول لك امتى؟ كمان، عايز اقول لك مهرجان الكتاب فيها كمان مش لمجرد مكانه اللي بيتعمل فيه مهرجان الكتاب، في حاجه هتبقى مفاجاه في الايام اللي جايه في الاهتمام بالمنطقه دي. اهتمام عمل لجان المحافظ اللي هو عبد المجيد صقر برئاسه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، بيتم دلوقتي من خلال اللجان. الفيو ده هو عايزه يبقى حاجه عالميه، مش لمجرد زي ما العالمين جذبت الانظار في الفتره اللي فاتت دي، في الاسابيع اللي فاتت. النهارده انت بتتكلمي في الشمال في العالمين، عايز السويس تبقى في هذا النطاق، باستغلال يعني عايز اقول لك بملكه الجغرافيا في المكان، او زي ما احنا بنقول المكان، عبقريه المكان في السويس، واستغلال الامثل سواء الجبال او البحر او المنطقه المحيطه بالممشى السويسي. استاذ عمرو، احنا عرفنا المكان اللي هيتم افتتاح المعرض فيه، ممشى اهل السويس الجديد زي ما حضرتك قلت، وهيتم افتتاحه النهارده ان شاء الله الساعه 7. هيستمر من النهارده السبت 26 اغسطس لغايه امتى؟ لمده اسبوع. لمده اسبوع. بس عايز اقول لك كمان كان امين
المعرض الكتاب كان بيكلمني من قيمه يومين، في بيعدوا بعض المفاجآت للقراء والمترددين على معرض الكتاب، كل يوم مفاجآت وكل يوم تخفيضات، ان شاء الله تكون حاجه شاده وجاذبه لاهالي السويس زي ما هم عايزين ان شاء الله. زي ما قلت في بداية المكالمة، دايما بنستفيد من حضرتك، بنعرف المعلومات اللي بتكون دايما موثقة بالحقائق والأرقام. في نهاية اتصالي مع حضرتك بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير صحفي أستاذ عمرو غنيمة، مدير مكتب جريدة الأهرام بمحافظة السويس. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ورجعوا لنا بعد كده مرة تانية.